يعني ايه اصلا اكزيت بلان، وازاي ان المستثمر يتوقع او يقدر يحسب الاكزيت بلان قبل ما يدخل يشتري حلو قوي. الاكزit بلان دي اهم مليون مره من الانتري. اي حد ممكن يدخل يشتري عقار، واي حد ممكن يبيع لك عقار، كلام مفيش اسهل منه وبيع مفيش اسهل منه. بس وانت داخل انت هتخرج امتى وهتخرج ازاي؟ طب هو الاكزit سيناريو متغير؟ طبعا مليون في المية. بنسمع كلمه لطيفه قوي بتاعت ان انا اشتري وهبيع كده كده عند الاستلام. كتير بقى. هي الكلمه دي صح نسبيا في بعض الحالات، لكن طب هدي لك مثال. لو انا اشتريت النهارده عقار استلام سنه من شركه ما، هل ده معناه ان انا بعد سنه هقدر اخرج منه وابيعه واكسب والكلام ده؟ اكيد لا، ده انت اصلا شاري بالبيك برايس يعني، فمليون في المية مش تقدر انت تعمل ده. يبقى اذا مش دي النقطه. في المشاريع الاوف بلان اللي لسه صحراء ممكن اقول لك ان العقار اصلا الاصل فيه الدوره بتاعته بتبدا امتى، المكسب بتاعها بتبدا امتى مش بتنتهي، بتبدا امتى مع تسليم العقار. يعني انا النهارده اشتريت عقار اوف بلان لسه صحراء، تسليمه 4-5 سنين، لما ان شاء الله استلم انا اشتريت شويه ورق وابيع عقار مبني قدامي. طيب هل الخروج من الكومباوند زي الخروج من السيتي؟ طبعا لا. طبعا النهارده انت بتشتري في سيتي كامله، خاصه والنقطه دي منتشره شويه في الساحل اكتر، لما يكون في مشروع واخد الضجه كلها والناس قاعدين كلهم مستنيينه واخد الاضواء، يبدا ينزل بحاجات فيري اجريسيف من البدايه في وهج المشروع كده. يعني يبيع لك بقى عقار غرفتين مثلا 140 150 متر ب 20 25 30 مليون جنيه، بيدي لنفسه المساحه بتاعت ان كمان شويه يقول لك طب بص ال 140 دي بقى 120، لانه عارف ان اليوتيلايزيشن الاستغلال في الساحل اهم 100 مره، عدد الغرف اهم من المساحه، فخلاص ال 140 دي بقت 120 خدها ب 15 مليون. طب بص يعني اخر حاجه بقت 100 متر، بقت 90 متر، بقت 70 متر وشلنا منها حمام بس استيل غرفتين زي ما هي، وخد السعر ب 10 مليون. في حد شاري نفس الغرفتين 30 مليون. وطبعا ال الاساسي في الساحل هو عدد الغرف، ما حدش بيشتري بالامتار. في طبعا ناس بتشتري بالامتار بيبقى عايز ليفل لكجريوس معين، لكن الاهم هو عدد الغرف. عدد الغرف. انا النهارده لو بشتري في سيتي هخرج منها امتى؟ هل هخرج مع الاستلام؟ لا، لان الكومبيتيشن فيها بتبقى عاليه. كومبيتيشن من الديفلوبر نفسه، لازم هيقعد يزود السعر بنسب محدوده جدا، مش هيزود زي ما يكون المشروع صغير مليون في المية. والكومبيتيشن كمان من الناس اللي شاري حواليك. انت اللي شاري حواليك برضو ما هيبقى كمان هو عايز يخرج، فعدد الناس اللي بتبيع، البروبابيلتيز، الاحتماليه بتاعه ان يكون في ناس، حد متعثر، حد محتاج فلوس، حد محتاج كاش فلو حالا، حد محتاج فلوس عشان تجارته اي ما يكون، بتزيد لان عدد الوحدات بيزيد، فدايما تلاقي حاجه فيها لقطه معروضه. فاذا انت تيجي تخرج من سيتي لازم تبقى متقبل التنازل، ان انت تتنازل من حاجه وانت بتبيع، تنزل عن افريج الماركت يعني، وان انت كمان تخرج بعد فتره طويله. فالاكزيت بلان بتختلف من مشروع للتاني، بتختلف من برودكت للتاني كمان.